صغيرة لهم بعض من التاريخ في تاريخ الفن في السعودية. طبعاً غنية عن التاريخ الدكتور سعد الخطاب، أنا يعني ما أقدر أقول عنه أكثر من اللي تعرف. هو إنسان عاصر الفن السعودي منذ 1980 لا احنا نخاف نقول التواريخ، ولكن من تاريخ قديم جدا ومن بدايات الفن هو الدكتور كان علم من اعلام الفن وتاريخ الفن. نرحب ضيوفنا الكرام وحتى الحوار اليوم بنتكلم عن تاريخ الفن السعودي عبر القرون الخطوات او المراحل اللي حصل فيها تغييرات من بدايتها الى ما وصلنا اليوم. دكتور فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله. الحقيقه عندما نتكلم عن الفن التشكيلي بصورته الحاليه وبدايه الفن دخل مع اللقاء أو اللوحات، الفن كل من جزء طويل وهو في تلك العمارة التي فيها كل أنواع الفنون التي تخيلها وتحولت إلى عروض. عندما نتكلم عن التاريخ، وطبعا كانت في وزارة المعارف هناك رعاية الشباب، ورعاية الشباب كانت أقسام مختلفة، وهي ترعى المناشد والمناهج في التعليم وفي الدراسة، وكانت هي التي تشرف على المناهج. ونحن اللي يخصنا بالدرجة الأولى هو منهج الرسم الأشغال ثم التربية. كانت توفر كل ما يهم هذا العلم بالمدارس، وكان موجود من الابتدائي إلى الثانوي. كان في منهج الرياضية في المرحلة الثانوية كذلك، وهي التي شجعت المواهب من خلال النشاط بعد المدرسة غير المنهج التعليمي. بدأت البدايات في تبني المواهب وعمل المعارض المناطقية والمدرسية للمدرسة الواحدة، ثم المعرض العام على مستوى المملكة. إذا بدأت الحركة أو تبني المواهب أو محاولة إضفاء نوع من الثقافة، وكان المناشد هذه الحقيقة هي التي وضعت اللبنة الأساسية لاكتشاف كثير من المواهب. هل هذا يشمل البنين والبنات؟ يعني لسه تعليم البنات لم يظهر إلا بعد فترة من هذا الكلام. يعني لو هذا سببه كثير لأن البنات كانت توجد كتاتيب للبنات من الأول، إلى أن بدأ التعليم وبدأ فتح المدارس
خلال وزارة المعارف هي المؤسسة، وكانت في رعاية الشباب. بعد ما بدأت رعاية الشباب أول ما بدأت كانت في الكورة فقط في أيام الأمير خالد الفيصل، وكانت هذه إدارة رعاية الشباب وكانت تبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. بس برضه كان بس للشباب. بعدين لما بدأت رعاية الشباب بدأت تتبنى وتأخذ حتى تدخل رعاية الشباب في وزارة المعارف، وهذا للأسف الشديد مما جعل النشاط والمادة تبدأ في عملية التربى الكامل إلى درجة أنه في بعض الأحيان يأخذ الاسم مادة الرسم الإخلاق والتربية الفنية أي مدرس ما خلص منها الدخول انتهى. الآن بدأ في حركة نشطة ولكن لا زالت غير مترددة لأسباب، لأن دخل المجال ده في جميع الجامعات اللي ما يجب التخصص والتربية الفنية، وهو ما له علاقة بهذا المجال. حقيقة هذا الموضوع آخر نتكلم على كيف بدأت الحركة التشكيلية. وزارة الثقافة ايش كان دورها؟ رعاية الشباب الأول، لأنه هو عمل برعاية الشباب ثم انتقل إلى وزارة الثقافة. يعني السلام عليكم. مساء الخير. كنت أشتغل 95 سنة. أنا كاتب ورقة عشان أختصر دكتور صالح دخل الميكروفون شوية عشان الصوت. لا بسم الله الرحمن الرحيم. التشكيل السعودي أعوان من الإبداع. يعتبر التشكيل السعودي واحدة من أهم ملاك المناطق الثقافية في المملكة. فقد مر بمراحل متعددة منذ بدايته في خمسينيات القرن العشرين حتى أصبح اليوم جزءا من المشهد الثقافي العالمي مدعوم بالوحدة السعودية 2030 التي أولت الخطاب والعلوم اهتماما خاصا. ظهرت البدايات الأولى للفن التشكيلي في المملكة مع البعثات التعليمية التي أرسلت إلى مصر والعراق في خمسينيات القرن الماضي. كانت لها آنذاك تجارب فردية تركز غالبا على الرسم الواقعي وتوثيق البيئة المحلية، الأسواق، المواحات، العمارة الدينية والملابس التقليدية. التأسيس 1960 1908 من 1960 للأمام تأسست الإدارة العامة للنشاطات الثقافية التي تحوي على قسم الفنون التشكيلي برئاسة العمل وعي الشباب، وبدأت بتنظيم معارض تشكيلية رسمية عامة مثل المعرض العام لمناطق المملكة والمعرض العام للمراسم ومعرض الفن السعودي المعاصر ومعرض الفنانات التشكيليات ومعرض المقتنيات وغيرها من المعارض المتخصصة في النحت وتصوير الفوتوغراف والخطاط. تأسست إدارة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والإعلام، وبدأ تنظيم المعارض الرسمية داخل المملكة وخارجها وتأسيس جميع الفنون السعودية للفنون التشكيلية وفروعها في مناطق ومحافظات المملكة. ظهور رواد محمد الحليم الوطني أول فنان سعودي عالمي، محمد السليم مؤسس مدرسة الثقافية التي تمزج التراث بالحداثة، وصفية بن زرق بن نواف وعباد
التجريد، النحت، الجداريات، وفن كل الأشياء. تأسست جماعات تشكيلية مثل جماعة فنانين المدينة المنورة التشكيليين، وجماعة أصدقاء الفن في الخليج العربي التشكيليين، وجماعات أخرى في الرياض والطائف والمدن والمحافظات التي ساهمت في دراسة الأسماء الفنانية. الفن التشكيلي في رؤية 2030 الآن أنشئت هيئة الفنون البصرية تحت وزارة الثقافة لدعم الفنانين بإقامة معارض ومتاحف متخصصة. شارك الفنانين السعوديين في معارض عالمية مثل معرض بناء القاهرة وبناء الشارقة وبناء فينيسيا وغيرها. وظهر الإنشاء يوظف التكنولوجيا والفن الرقمي إلى جانب الفنون التقليدية مثل أعمال الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي. المعارض الكبرى مثل بناء الجمعية للفن المعاصر ومعهد مسجد الفنون أصبحت منصات عالمية للعرض والإبداع. أبرز أسماء المعاصرين محمد الفاصل فيهم الفنان ضياء عزيز ضياء، صفية المثقف عبد الحليم رضا، محمد السيدي، منير الموسي، علي الزلزال، سند الدهان، بهجة الجيلان، عبد الله الشيخ، عبد الجبار يحيى، وائل مطرب، محمد سياد، يوسف جابر، ومنصور رومي، ونبيل نجدي، وعلي القديس، وعبد الله الشيخي، وعبد الله شاعر، وعبد الله المرزوق، وكمال المعلم، وعبد الله حماس، وزمان ياسر، ومحمد حيدر، وغيرهم من الفنانين والفنانات التشكيليات مثل أمين السنان، فوزية عبد اللطيف، منى القصبي، هدى العمر، عواطف الناس، مريم الشريف، أمل بالله، عمر حجازي، نهى الإسلامي، إلهام جان، وغيرهم. الفنانين السعوديين المعاصرين عبد الله النوابي، سلطان العرير، وفهد خليل، نهار مرزوق، سعد البيت، وعثمان الحسين، حمزة الواجودة، عبد الرحمن السليمان، علي الصفار، محمد النبيل، صالح الكيلان، أحمد الغامدي، ومحمد الغامدي، صديق واصل، ناصر الموسى، فيصل الكنيدي، محمد الفاطمي، وغيرهم. في أسماء كثيرة والتي لم تذكر. البعد الثقافي والهوية. الهوية المحلية استقرار الصحراء، العمارة الطينية، الخط العربي، النقوش الأقلية. القيمة الإسلامية، الالتزام بالرمزية واحترام الخصوصية الدينية. العالمية، تطوير الرمز، الرموز المحلية اللي تصبح لغة فنية كونية مفهومة في الخارج. التحديات، ضعف التوثيق النقدي المبكر. الحاجة إلى متاحف وطنية شاملة للفن التشكيلي. غياب الشيء أشهر رقمية متكاملة لأعمال الرواد. المستقبل، إنشاء متحف للفن السعودي الحديث، دعم تعليم الفن في المدارس والجامعات، تعزيز صورة السعودية كمركز ثقافي عالمي في الفنون البصرية. الفن التشكيلي السعودي هو نتاج تفاعل بين الموروث الثقافي العميق والحداثة العالمية، وقد نجح في الانتقال من تجارب فردية متواضعة إلى حركة فنية متكاملة تحت الملامح الأصالة والابتكار مع الدعم المؤسسي لرؤية 2030. يتجه هذا الفن ليصبح أحد أهم الجسور التي تربط المملكة بالعالم. شكرا. قبل ما ننتقل مرة حلوة، في عندي نقطة على التعليق هنا. في فترة رعاية الشباب، عصرت رعاية الشباب وزارة الثقافة، فكانت هذه المسابقات اللي هي مسابقات المقتنيات والفنانات، ودي كانت حافز لكل الفنانين، يعني كنا نتصل على بعض في مسابقة، كان في منافسة مرة حلوة شريفة، نشتغل نعرف انه هذه السنة في مقتنيات، في مسابقة الفنانات. ترى انا فزت في مسابقة الفنانات السعوديات مرتين المستوى الاول، فزت في مسابقة المعاصر، فزت في مسابقة المقتنيات. قد ايش حلو انه كان في منافسة شريفة، انه احنا نكلم بعض. طب ليش اختفت هذه الاشياء؟ مرة محتاجينها، يعني جيل الجديد محتاج هذه المسابقات، محتاجين انه يكون في منافسه بينهم. دحين ما في مسابقات. هي قضيه سالفه الوجوه. هي رعايه الشباب سالت الالتزام بالرياضه فقط. نقلت الثقافه الى وزاره الجامعات، فبدات القضيه
يعني تهبط. والله لا خساره. احنا الان الدكتور صالح لسه بيقول احنا الان في نشاط وانشطه. معلش احنا بنتكلم على كان المناشد منطقية ومناشد على مستوى المملكة كانت تتبناها هذا المحفل اللي هو رعاية الشباب. الآن لا توجد هذه المناشد، هي توجد معاد، وليس عملية أن نترك الجيل يتعلم من الجيل الآخر، أن نشجع الفنانين التشكيليين. هي الآن صارت عملية الحديث، خليني أتكلم بصراحة شغلانية. لا تخليني أنا أدخل في مواضيع. هل الدكتور عصام يطلب له وأنا حاجاتك على هذا السؤال وأقول لك ليه؟ لأنه كنا في عصر ذهبي وكان في منافسات. هو العصر الذهبي عصر عهد الشباب. ايوه، وين راح؟ ليش راح؟ بعدين حكمني وقررت عليك. فاطمه الشريف لها راي؟ أنا لي رأي يعني مع احترامي لحضرتك ورأيك جدا صائب، لكن أنا أنظر له إلى ناحية ثقافية معاصرة. احنا الآن في العصر الذهبي الحقيقي للفن السعودي الذي يتسم بالتنافسية. نحن الآن ولله الفضل والمنة في نظري أننا في العصر الذهبي للفنون. نحن في العصر الذهبي للفنون الذي يتسم بالتنافسية وريادة الأعمال. يعني أنا أتوقع أن الفنون الآن لا تحتاج إلى مسابقات بقدر ما تحتاج إلى تنافسية في ريادة الأعمال وتثبيت الفنون يعني كصفحة جديدة لعصر ذهبي تنافسي. أصبح الكل ينافسك في الفن، يعني ليس الفنان لوحده أصبح الذي ينافس نفسه أو مجموعته. أصبح هنالك دخلاء، مع احترامي لهؤلاء الدخلاء، مهنيين محترفين هواة، نحن نستقبلهم بجميع فئاتهم، يعني لأن الفن حقل جميل. فأنا أظن أن العصر الذهبي الآن الحقيقي للفنون هذا هو العصر الذي يتسم بالتنافسية وريادة الأعمال. دكتور عصام ايش رايك؟ بس الجيل الجديد ضايع. لا ضايع والله، احنا اللي ضايعين. حقيقة الإخوان أول شيء احنا اللي ضايعين معنا. ونهني بلدنا ومرور 95 سنة على تكوين هذا البلاد. البلاد هذه ما كونت إلا بالدم والسيف والقوة. أتعطشت الجماهير العربية والعشائر والأسر والمدن إلى أنها تستقل وتتحرر وأنها تحكم نفسها بنفسها. حقيقة اللي سبق البلد هذا بفضل الله، إن كان بفضل القيادة الحكيمة أو الحكومة الرشيدة أو الشعب المنجز المبدع. في ال 95 سنة هذه حققنا قفزات ما تشوفوها في بلد في العالم. كمية الطرق، المطارات، الموانئ، سفر السعوديين، البعثات. أتحدث البلد بأسرع ما يمكن. يعني كيف كان جيل الأربعينات والخمسينات وكيف كان جيل السبعينات والثمانينات في فترة 30 سنة. والأستاذ هنا الدكتور عبد الله الفتيني وجابر المهدي والدكاترة اللي جنبي أعمارهم كبار في السن يخبرونكم كيف قفزت السعودية في فترة الستينات والسبعينات. أنا من مواليد السبعينات وكنت أشوف بلدي. أخواني اللي أكبر مني سنة وسنتين ثلاثة درسوا على الأرض. أنا درست في مباني حكومية، في مباني لا أراهم. أنا شفت بلدان هنا في السبعينات تتحول التلفزيون من أبيض وأسود للون. شفت الصورة كيف تنتشر في السعودية وتحولت من طباعة لونين ثلاثة لكمية المواقع والعلوم والإعلام. تحدثت الصورة بشكل رهيب وتوزعت. كان في سوق للطوابع، كان في سوق للعملات، كان في سوق للصورة والصورة مؤثرة ويعني توصل بمعلوماتها الموجودة فيها. الشكل الصورة المعلومة هذه كانت تجي بالشكل هذا. يعيب أنا بس إنه في 95 سنة هذه كلها إنه ضاع من لساننا كلمة الفن، وهي مسألة لسان عربي. في اللسان العربي الجديد لما تيجي تقول ما هو فن يا فتاة، كلمة الفن تعني كلمة ديسيبلين بالإنجليزي أو تخصص. وإذا مسكت حاجة حلوة كده ومشهورة شغل نظيف تقول أنا
اللسان العربي رديف لكلمة العلم ورديف لكلمة الصناعة، أو الشيء اللي جالس ما بين العلم والصناعة، الفن والجمال والإبداع اللي يربط بين الجانبين هذه. جينا في فترة حرموا فيها الصورة وحرموا فيها الكلام، وربنا في جيل كان يسمى الله يحط عليها لما كبرت بدأت أدرس الفن الإسلامي وأشوف إيش في من أشياء داخل الفن الإسلامي، وذكر الدكتور عبد الله درس الدكتور عبد العزيز الحجيري مادة الجامعة الإسلام للفن، وسويت بحث وجدت فيه بعض الأشياء اللي في مطلوب مننا نعيد النظر في تحريم الفن ليش حرمناه والنحت. ثبت أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام نص على العراق وقال هذا الإنسان وهذا عمله وهذا أجله، يعني استخدم الرسل كلغة التواصل visual communication. هذا اللي سواه الرسول عليه الصلاة والسلام، في بعضهم يسموه جرافيك، في ناس يسموه انفوجرافيك، والتشكيليين احنا نسميه فن مفاهيمي يحول ايش مفهومك للإنسان وحياته وعجله رسوم قدام الصورة تعدد أكثر من 1000 كلمة. كما في القرآن الكريم نقرأ أنه الله سبحانه وتعالى سخر للنبي سليمان من الجن نحاتين ينحتوا له تماثيل يعني شغل مدينة، ومحاريب يعني للمعابد، وقدور يعني فنون تطبيقية استخداماتية. هل معقول هذه الأشياء الحالات اللي أنت نتبعها بالقيادة ووجاد أوامر إلهية ومساعدات إلهية نجي إحنا نحكمها تحريم الحلال حاجة فيها مسؤولية، يعني تدرب النماذج الدين هذا. فعموما يا إخوان إحنا تربينا في جيل كانوا يعتبرون الرسام النحات هذا الإنسان يعني ما يمشي مع السياق العام. فبصراحة هؤلاء الأبطال اللي قلنا أنهم ظهروا في السبعينات والثمانينات في الجيل يعني ما حد يساعدوا فيه. أنا شخصياً أعتبر نفسي أنا أول واحد يمكن في عائلتي الكبيرة يتخصص في الفنون. البقية كلهم دخلوا مجالات الهندسة والطب والتعليم ومجالات أخرى، أنا الوحيد اللي دخلت في الفنون بالرغبة يعني برغبتي الشخصية. في الحقيقة فتحوا زملائي تاريخ الفنون وبالفعل هو مرتبط بتعليم التربية الفنية في المدارس. هناك علمونا الرسم، مسكونا الحبال، مسكونا الصلصال، الخزف، الخشب، المعادن، الفنين، سنة نقصقص، سنة نركب، سنة نلون، سنة نشكل، سنة نزخرف. نفس الكلام في الجامعات بدأت تشتغل بالاقتصاد المنزلي والتفصيل والخياطة، وذكر من تشتري الأخوات في بداية الدراسة يعني المفاتيح حقت التفصيل والخياطة. علموهم هناك النسيج. هناك عرفت انه في مهارات موجوده في الجزيره العربيه اللي ما يمتهنها يموت. مهاره البناء عند الذكور ومهاره النسيج عند الاناث، هذا كانت اساسيه. يعني حتى في عز المجاعه وعز الفقر تلاقيهم ينسجون الصفوف حقهم، ينسجون السقف، يسوون منه جدران للخيام، اسقف لهم يتدفئون وقت البرد. في حركه فنيه بس انها ما أرخت ولا في فنون. احنا قاعدين ننتج فنون ونعتبرها فنون شعبيه، وهذا هو الجيل اللي طلع فنون شعبيه. طلع الخط العربي قالوا هذا فن شعبي، طلع التصوير الخرافي، طلع الرسم الكاريكاتير، طلع